وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله بي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وادبا وفهما ربي ليكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لاجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا ليقل لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن ولتعصما قلم يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب وللظواهر أبم مع الغيوب قبولا أكون بي طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منك تجبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجر شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في يسري عني معا يا بر يا غفور يا عليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائب أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي قلل منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام
فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية قفية ببنته رقية الصفية وقي أذاي أقربا واجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليقد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قدم بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولسجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء وتق جسماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذن وتكفي عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جنة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيتي إليك في نيل الصلاح وصلي وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير من واملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واصفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجتي وعولت حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني تبابت باسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل صلاة وآلي وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من خدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهل له توبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذى يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء وتفع عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعلم من يعينني وتفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنعنا الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير
وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكد وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات خمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ترا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا خذ نجاة وفلاح وفقنا لصواب وصلاح وضرنا بفعل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبغت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاه مولد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق القيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا ولهوا وتكفينا الهوى وما لا يعني بك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصم مهيلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واكسب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حط يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصفع المقرب والآل والصحب والشهر رجب جلي بتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولياب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعطلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع بحرمة كل من إلى الصحب جمع بحرمة البنين والبنات بحرمة الآل مع الزوجات بحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء بحرمة الملائكة الغر الكرام بحرمة الكعبة بيتك الحرام وبيتك بحرمة الملائكة الغر الكرام بحرمة الكعبة بيتك الحرام بحرمة البيت المقدس العظيم بمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جنة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع
أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب في فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهم حماية ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وزفر كل حين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي رجع وذي قيام وشر من ينفس في العقود وشر ساحر وذي جحود بك قد يا إلهي لا سدام وحية وقربا وأسودا بك قد يا إلهي لا سدام وحية وقربا وأسودا واقدا ونافسا وسارقا وعينا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن الولد وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعيني وكل ما قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل ثابت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناي والحر والبر وشر الماء وسودني وعيدني أبد وطهر القلب وسخر الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالكمال وخليني من الرجائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حدائق ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا قدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيما يعتز الملاذا وصفيني خالبا وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا مصحفا بكل ما ينفعني وبالدفا وبسلك مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك عن رب طريق الأولياء عن نجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة بعدها أو ضررا وارزبط الحب في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي
وحب آله وصحبه جميع ثم حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا جبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتدخل الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتفني جلة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وابلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسلين أفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن وفرد والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جود ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وارضه جعل أرض رزق وامان ورحمة وسعة كل أوام يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى دفع كل سوء دار غفر لمن بنوا بناءها الرفيع غفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من عانهم على بنائها الذي فضلك اعتلى غفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا فتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقه جعل أطيب والحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة السيد بقلب يخشع ولي فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبل لك نفس ذيك أبد علي مع جنة أهلي يا سمد واضرب سرادقات حفظك على داري ما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعملني بالتقى والنور والزور والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجعل دبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور يخفي عنه كل من ظلم واجعل دبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع
واجعل يا ربي أحب مسكني في عدنا لك وذل ما حسني واجعل مداري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور في الوباء والبلايا كلها عنا وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا منا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجعل حريمنا منا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجعل حريمنا منا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجعل لنا الخير من الجهاد الست وفيها عن الآفات حني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة النبت وهكذا دنيا مع أخرايا ففيهما عن نسل في الرزايا وصف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم النصر مدى وارحم جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم النصر مدى على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد المشيع محمدتي لجل الأراضي والسماء ومن لدنه قاد لي ذكرا سماء محمدتي لجل الأراضي والسماء ومن لدنه قاد لي ذكرا سماء حبي لمن له المصير والأمور سان جنابي عن وزيري وأمير محبة الله وحبي الرسول لأوصل الدنيا وأخرى خير رسول محمدتي في الله أهل بدري قاد لي الأعظم أعلى قدري محبتي في الله أهل بدري قاد لي الأعظم أعلى قدري دوام تسليم مليكي ورضا على الجميع والنحى بشري قدا الله جل أحد والله الصمد الذي بدت علاه الله جل أحد والله الصمد الذي بدت علاه له أراضي كالسماوات وما بين الجميع وهداني الأقوام ملكت توحيدي وحمدي والشكور للواحد القهار ربي الشكور سكت ربي الله ذا النفسية بالنعمة السلبية القدسية يعصمني الأكرم ذو المعاني والمعنوية من المعاني يسوق من ليس له كفا أحد إلى سواي حاسدي ومن جحد عبادتي لذي الأراضي والسماء ومن لدن قاد لي ذكرا سماء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه قصيدة مما يرضيه أبدا ويدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى قلوب الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وعلى قلوب أهل بدر أجمعين عليهم ما يليق بجنابه من التسليمات والصلوات والرضوان أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا قريب يا مجيب محمد الوسيلة مدح النبي المنتقى أنقاني من دنس وضررا وقاني مدح النبي المنتقى أنقاني من دنس وضررا وقاني حسن مواهب البديع المغني وبالإله معه أستغني من زنني غير قديم المجتبى فإنني به أنلت الاجتبى محى النبي المصطفى أدراني وقاد لي ما غاب عن أقراني دفع مدح المجتبى لغيري كل غرام نعم وزن خير
إلى سوى ينتحي من غرا بالنبي لا أرى مغترا لوجه من إلى البرايا أرسله عطيته بخدمة معصلة واجهني جماله بلا اغترار وصرت منصفا به بلا ضرار ساق إلى غير جهات الله درا ولا إله إلا الله يقود نفعي بالنبي لسمد لجنة القلد وإني أحمد لجن البديع قلب الجاهلي بخدمة تزب كل ذاهلي هداني الفرد البديع المغني بسلم معه به أستغني وآله وصحبه وعلم كل من جهل شأني بأنك أحب إلي من جميع أرباب وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك أحب إلي من جميع أسباب آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين